السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ في الحر الجامد قلت النهاردة نعمل كده تورتة جيلي بالفواكه وحليب جوز الهند. ان شاء الله هتعجبكم، جميلة وخفيفة، فواكه الصيف الجميلة، يا رب تعجبكم. نبدأ بسم الله. معايا هنا فواكه، رمان، مانجا، كمثرى، خوخ، عنب. اي فواكه عندك، ممكن كمان نحط موز، ممكن فراولة، بس طبعا ده مش موسم الفراولة وانا عايزة اعمل الفاكهة كلها تكون طازة. عندي هنا المانجا، هبتدي اقطعها. نقطعها مكعبات، يعني هنجهز الفاكهة كلها ان شاء الله. الحقيقة انا جايبة النوع ده على اساس ان هي تكون ماسكة نفسها شوية، بس يكون فيها لحم كتير، بس هي برضو طلعت طرية شوية، مع ان من بره يعني الواحد يحط ايده عليها. انا اول مرة اجيبها النعومي بصراحة. يعني حطيت ايدي عليها من بره كانت جامدة جدا، لكن لما وانا بقطعها كانت طرية قوي. ف انا اول مرة اجربها، بس هم قالوا ان هي فيها لحم كتير، فقلت اجربها في الحلو اللي بعمله النهارده. نقطعها بقى مكعبات كده صغيرة. انا خدت المانجيه كلها، ونقطع برضو الكمثرى. انا شلت قلبها اللي هو فيه البذر، ونقطعها برضو مكعبات بقشرها لان قشرتها ناعمة. ونقطع برضو البرقوق. في بعض الدول وبلاد الشام بالذات بيسموه خوخ، والخوخ عندنا بيسموه دراء، ففرق في التسميات، بس هو شكل الفاكهة واضح. ولو عندك خوخ برضو قطعيه مكعبات وحطي اي ممكن كمان الكنتالوب. وده عنب، طبعا العنب البناتي بتاعنا، لو عايزة عنب احمر، بس الحقيقة انا العنب الوحيد اللي بحبه هو العنب البناتي بتاعنا البلدي ده. والرمان انا قطعتها نصين، وابتدي اخبط عليها كده بالمعلقة الخشب عشان تنزل كل بذورها، او يعني الحبيبات بتاعتها اللي احنا بناكلها. نخبط عليها لغايه كله ما ينزل كده. انا جهزت الفاكهه كلها: مانجا، كمثرى، برقوق، عنب، رمان. الفاكهه عندنا في الصيف في مصر بتبقى جميله وانواعها كتير قوي، الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. هنا بقى انا هستخدم حليب جوز الهند. اذا مش عندك حليب جوز الهند البودر ده، هو موجود في السوبر ماركت. ممكن الكان، العلب اللي هي بتبقى صفيح، بيبقى جواها حليب جوز الهند او كريمة جوز الهند. او لو ما عندكيش ده او ده، وعندك شوية جوز هند، اطحنيهم شوية وخدي كده نص كوباية، حطي عليها كوباية مية بتغلي وغطيها شوية، ولما تبرد صفيها. اللي هينزل من جوز الهند بعد ما يتنقع هو ده حليب جوز الهند. انا دوبته في الاول. انا هقول لكم المقادير بالظبط عشان تطلع معاكم مظبوطه، لان دي فيها جيلاتين وكده، فلازم تبقى المقادير عندي مظبوطه. انا جوز الهند دوبته في كوبايه ميه سخنه، وبعدين الجيلاتين نفسه في ميه عاديه او دافيه شويه. دوبته في الاول كده. احنا المفروض بندوبه في ميه بارده في الاول شويه، ولما يفك يتجمع معايا كده، ابتدي احطه على الحاجه اللي انا عايزه اضيف ليها الجيلاتين. يعني انا ما ينفعش اخد الجيلاتين البودر احطه على طول على حليب جوز الهند. حطيت هنا سكر، حطي بقى سكر المقدار اللي انت عايزاه حسب ما انت عايزه الحاجه محليه، بس الحقيقه المقادير اللي انا عاملاها دي مظبوطه كده جدا جدا. ويا ريت يا جماعه الجيلاتين لما تستخدموه، سواء عملتي الوصفه دي
او اي وصفة فيها جيلاتين هاتوا الجيلاتين النباتي بلاش الحيواني، لانه في مصر هنا استغفر الله العظيم ريحته رهيبة، فهاتي الجيلاتين النباتي احسن. انا فضيت بقى حليب جوز الهند على الجيلاتين والسكر، واقلب كويس قوي لغاية ما الجيلاتين والسكر كلهم يذوبوا. هركنها على جنب وابتدي بقى اعمل السائل التاني. انا عندي هنا نص كوباية مية عادية، وزودتها بتقريبا نص كوباية فيمتو، اللي هو العصير المركز اللي هو بيبقى كذا نوع من العصاير مع بعض. حطيت عليه برضو جيلاتين، مية برضو باردة، حطيت الجيلاتين عليه وابتدي ادوبه. انا هنا مش هحط سكر لان هو الفيمتو بيبقى مسكر لوحده. ممكن على فكرة تستخدمي الجيلاتين على مية بس لو انت عايزة الفاكهة شكلها يظهر في القالب، مش لازم العصير. وممكن تعملي جيلي فراولة، جيلي مشمش، جيلي مانجا، اي جيلي انت عاوزاه بنفس الطريقة. لو عملتي الجيلي مش هتستخدمي جيلاتين طبعا. حطيت هنا خففت بقى مقدار العصير اللي انا عاملاه، والمقادير هقولها لكم بالظبط في الصندوق الوصف ان شاء الله اللي هو موجود تحت الفيديو. اجيب القالب بتاعي، احط في الاول طبقة من الفاكهة من تحت بطريقة عشوائية، يعني مش وابتدي احط طبقة من العصير اللي هو فيه الجيلاتين، وطبعا هشيلها احطها في الفريزر. لما تتجمد خالص طلعتها وابتدي احط طبقة بيضة اللي هي طبقة بقى حليب جوز الهند. اذا مش عايزة تعملي حليب جوز الهند اعملي الحليب العادي بتاعنا، اللبن بتاعنا العادي. ممكن كمان تعمليها نص الكمية لبن ونصها زبادي، مفيش اي مشكلة. النكهة اللي انت تحبيها اعمليها. انا حطيت هنا طبقة ووديتها طبعا في الفريزر. طلعتها احط طبقة تاني من الفاكهة. القالب ده طلع يا جماعة طعمه في منتهى الجمال، وفي الحر دوت فعلا اكلت منه بيبرد كده على الواحد وهو وانت بتاكليه، في منتهى الجمال ومغذي طبعا جدا جدا. الحليب سواء حليب جوز هند او حليب او زبادي اللي هو الروب او اللبن، والفواكه، كل دي حاجات طبعا مغذية جدا ومرطبة في الصيف. وممكن بدل ما تعمليه قالب كامل اعملي وحدات في الكوبايات او في قوالب صغيرة يعني التشكيل زي ما انت عاوزة. انا بوزع هنا طبقة الفاكهة. اتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان في الحر ده يستفيدوا منه البنات ويعملوها في البيت. واللي بتشوفني لأول مرة وعجبها الفيديو يا ريت ما تنسنيش في اللايك، ويشرفني انك انت تشتركي عندي في القناة، تشجعوني ويبقى دعم كبير منكم. حطيت الطبقة برضو دي هحطها تاني في الفريزر. انا كل طبقة بعملها بشيلها في الفريزر. طلعتها من الفريزر. هحط بقى اخر كمية من الفاكهة. انا الحقيقة المفروض ان الطبقة دي كانت تبقى حليب جوز هند بس انا استخسرت الفاكهة قطعتها وخلاص، فحطيتها وهحط عليها بقى ما تبقى من حليب جوز الهند ومن العصير. هيبقى برضو شكلها حلو ومش هتقول لأ. المهم نستفيد بكل جزء. نصه حطيت حليب جوز الهند والنص التاني حطيت ال العصير. انا طلعتها الحقيقة هي كانت جامدة جدا، فعلشان تضمني انها تنزل من القالب بتاعك، بس مرضتش اصور بقى الفقرة دي، بس هقولها لكم ان انا جبت مية سخنة
وحطيت فيها فوطة، وبعد ما يعني حطيت الطبق وقلبت القالب، حطيت الفوطة على القالب من فوق ومن الجوانب. حطيت الفوطة سخنة، ولما تبرد احطها تاني في المية السخنة وارجع الف بيها القالب لغاية ما حسيت ان القالب الحاجة فصلت منه، فخلاص رحت رافعاه. شايفين طبقات جميلة ازاي؟ طعمها في منتهى الجمال. حليب جوز الهند الحقيقة مع الفاكهة طعمه تحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما كنش طولت عليكم، واتمنى ان انتم ما تنسونيش في اللايك، واتمنى تدعوا لي بالصحة والستر. ربنا يخليكم ليا نعمة في حياتي يا رب، وألف شكر لمشاهدتكم.